بتخاف من التاسكات الجديده؟ في مجال الاتش ار كل يوم انت بتاخد تاسك جديد، فانت لو قررت ان ده يبقى كاريرك لازم تبقى مستعد، وده بالظبط اللي بنعمله في دبلومه الاتش ار في ويل. انت بتعيش في ويل تجربه اتش ار كامله، لانك من اول سيشن انت بالنسبه لنا ما بتكونش مجرد ستودنت، انت اتش ار. يعني ما بنعتمدش بس على المعلومات اللي بتسمعها بشكل نظري او بس بنطبقها عملي في تاسكس، انت بتعمل كل ده زائد انك بتمارس الاتش ار. انت كل يوم بتكون مسؤول عن تاسك جديد، كل يوم بتتعلم سكيل جديده، وبتعمل اكتر من مشروع علشان تشوف نتيجه اللي اتعلمته، وده بقى بيخليك تكتشف في نفسك مؤهلات ما كنتش تعرفها، ويبني لك مؤهلات جديده تقدر تنافس فيها في الماركت. وده طبعا كله بيحصل تحت اشراف اكبر خبراء في المجال، عشان يبقى في حد بيوجهك ويكون مرجع ليك. وعلى فكره ده مش بيكون بس في فتره الدبلومه، ده كمان في التدريب اللي بعد الدبلومه، ولما بتشتغل في اي شركه بنكون معاك برضه. اللي لازم تعرفه انك بعد تجربتك في ويل مش هيكون عندك مشكله في التاسكات الجديده، ولو عاوز تجرب ده فعلا ابعت لنا علشان حد متخصص يرد عليك ويساعدك.